انا عايزه كل واحده فيكم تكبر مشروعها. في دماغها حلم تحققه، قدامها هدف تسعى عليه. انت ترسمي لنفسك كده طريق، اسعي على الطريق دوت، وامشي في طريقك دوت، وما يهمكيش كلام حد، ما يهمكيش نظرات حد، ما يهمكيش الودوده اللي بتتودود كده وانت ماشيه. انا مجربه الكلام ده كله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحة. النهارده بقى فيديو مش قماش ومش خياطة، وهنقوم بقى نكمل خياطة ان شاء الله. بس النهارده هندردش كده مع بعض. كان في ناس كتير قوي سأليني من زمان عايزين كده فيديوهات من النوع دوت، اللي هو نتكلم مع بعض، اللي هو ايه، كل واحدة طبعا في دماغها عايزة تشتغل وعايزة تبدأ مشروع وعايزة، بس مش عارفة تبدأ منين. فكتير قوي يا ام يارا كلمينا في الموضوع دوت، كلمينا مش عارفة ايه. تمام، هنتكلم مع بعض نعمل ايه، فاصل كده بقى من القماش كده ونرتاح شويه ونتكلم مع بعض الاول. تمام، هناخدكم كده سلسله من اول الطريق خالص. من اول انت لسه ما عندكيش مكنه، انا هكلم النهارده الناس اللي ما عندهمش اصلا لسه مكنه وعايزين يشتغلوا وعايزين يبداوا مشروع. هيبداوا ازاي؟ بصوا يا بنات، يا مكتر دلوقتي القنوات اللي عليها ناس بتخيط، وكل واحده جايبه مكنه خياطه وبتعمل مشروع ومش عارفه ايه. الناس كلها مفكره ان هي خلاص بقى ايه كده، وقفت على طريقها وعرفت يعني ده احلى حاجه مشروع ان انا اجيب مكنه خياطه وشويه قماش واخيط واعمل ومش عارفه. الموضوع مش بالصوره ده على فكره. بصوا، انت الاول اقعدي مع نفسك كده قاعده. انا لو جبت مكنه معايا فلوس الاول اجيبها ولا ما معيش؟ طب لما اجيب المكنه وانا اصلا بعرف اخيط ولا ما بخيطش؟ ودي مش قاعده، مش كل واحد بيجيب مكنه لازم يكون بيعرف يخيط. انا اختك اهو، انا جبت المكنه اقسمت بالله ما كنت بعرف هي بتشتغل ازاي اساسا. بس دي حاجه كده على جنب هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله. انا بتكلم في الناس اللي هي اول ما بتشوف واحده جايبه مكنه وشغاله ومش عارفه انا عايزه اعمل زيها، وعشان خاطر ايه، اطلع بسرعه، اطلع السلم بسرعه. مفيش حد بيطلع السلم بسرعه، واللي بيطلع بسرعه بيقع بسرعه على فكره. طيب، انت كده بتحبطينا يا ام يارا، وانا يعني كده ما اشتغلش؟ لا، انا بقول لكل واحده ست انت عندك يعني مساحه في الوقت، او عندك استعداد ان انت تشتغلي، اشتغلي. بس ما انا عن نفسي ما بحبش اسيب البيت وامشي، يعني تشتغلي وانت في بيتك. ومش لازم ان انت عشان تشتغلي وتعملي لنفسك اسم وتعملي لنفسك يعني كارير كده تمشي فيه، ان انت لازم تجيبي مكنه خياطه وقماش ومش عارفه ايه. لا خالص، ممكن اي واحده يكون عندها موهبه في حاجه تانية بعيد عن الخياطه خالص. انا دلوقتي عايزاكي بس تقعدي مع نفسك كده قاعده الاول. هل انا بحب الخياطه؟ هل هقدر اسد فيها؟ هل ان انا هعرف ان انا اوفق بين البيت والخياطه ومش عارفه ايه؟ كل الكلام ده الاول لازم تفكري مع نفسك. هجيب المكنه هشتغل فعلا ولا اسيب المكنه محطوطة وراح اشتغل واعمل شغلي بره عند اي حد عندها مكنة؟ ما هو بيحصل. ممكن اي واحدة مثلا استهوت الموضوع شوية، قامت جايبة مكنة ومش عارفة ايه وجابت شوية قماش وقعدت جنبهم، ولا اشتغلت ولا شغلت مكانتها. وبالعكس ده هي كمان الشغل اللي مطلوب اصلا بتاع بيتها كمان بتروح تعمله بره. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نجيب مكنة خياطة نعمل منها مشروع، نبدأ منها مشروع. مش اي حد يعمل كده. انت عايزه تفتحي مشروع، ناس كتير قوي بيكلمونا على الواتس وناس كتير في التعليقات، يا منى عايزين نبدا مشروع، نبدا منين؟ طب اجيب كام دفايه؟ طب اجيب كام نص بطانيه؟ مش لازم يا حبيبه اختك ان انت تبداي مشروع تشتغلي في القماش اصلا. انت شوفي نفسك انت شاطره في ايه اعمليه. في واحده تكون مثلا شاطره في، مثلا هقول لكم كده ايه، حاجات بسيطه كده عن المشاريع. مثلا واحده تكون قاعده في ارياف، او مش في ارياف مش لازم، وشاطره في تربيه البط والفراخ والحاجات دي. رب بط وفراخ واعمليه مشروع وابدأي مشروع. ويا مكتر القنوات اللي بتتكلم عن الموضوع دوت، انت حاسه ان انت شاطره في الحته دي، رب بط واعملي مشروع هتاكلي بيتك، وفي نفس الوقت كمان هتكسبي كمان. طيب ايه تاني ممكن ان انت تعملي؟ ايه، انت شاطره مثلا في اعمال الحلويات، اعملي حلويات وبيعي، واعملي لك صفحه على الفيسبوك ولا حاجه، وصفحه على التيك توك، لان التيك توك والفيسبوك دول اكتر حاجه سريعه، يعني بتنشر الحاجه بسرعه. والحاجة اللي بتعمليها صوريها حلو وكده يعني، وظبطيها ونزلي. والناس اكيد هيكلموك يطلبوا منك، هيعجبهم شغلك، اعملي شغلك باحلى حاجة والله العظيم. طيب ايه تاني؟ واحدة شغالة مثلا بتحب تشتغل في المخبوزات، بتحب المخبوزات، اعملي مخبوزات، اعملي اكل من البيت وبيعي. اعملي كل، بصي اللي عندك هواية فيه اعمليه. ممكن في تدوير عندك شوية برطمانات، شوية ازايز، مش عارفة ايه، تبدأي تعملوهم إعادة تدوير وتظبطيهم. البرطمان بدل ما كان برطمان مرمي، لا ده بقت تحفة كده، كانت بقى ايه، حاجة فنية تتحط في صالون، تتحط في انتريه، تتحط على الترابيزة، تتحط على ركنة، تتحط في أي مكان.
أنتِ فاهمين قصدي إيه؟ يعني قصدي إن أنتِ اشتغلي في الحاجة اللي أنتِ تفهمي فيها، مش لازم أبقى عاملة زي فلانة أجيب مكنة خياطة واشتغل خياطة، أبقى أجيب مش عارفة إيه، وياما ناس كتير أوي بتقوم جايبة المكنة وتقعد جنبها ما بتعملش أي حاجة في الدنيا، ما بتشتغلش. الفيديو النهارده أنا عايزاكِ بس الأول إحنا إن شاء الله هامسكه كده بقى إيه، بُص مش هاسيبكم، هامسكه كده كمية فيديوهات هاقول لكم نمشي كده خطوة بخطوة. أنا بدأت من الأول خالص من اللي لسه ما عندهاش مكنة أساسًا. ومحتارة وعايزة تشتغل. طيب أنتِ مش خياطة مثلًا وعايزة تشتغلي وعندِك محل مثلًا، عايزة بقى تجيبي دفايات ومش عارفة إيه وعندِك أصلًا محل وشغالة فيه، تمام يا حبيبتي خدي دفايات، خدي نُص بطانية، خدي مثلًا توب شغّلي مثلًا يبقى عندِك حاجات جاهزة وتوب قماش للي حابب إنه يقطع أو يقص من عندِك عادي، ده تمام ماشي، خدي واشتغلي وربنا يا رب يرزقكم جميعًا ويفتحها عليكم ويوسّع رزقكم اللهم آمين. يبقى النهارده أنا عايزاكِ بس كل واحدة تقعد مع نفسها كده، تقف وقفة كده تقول أنا عايزة أجيب مكنة، طب أنا هاقدر أجيب المكنة؟ هاقدر إن أنا أشتغل خياطة؟ هاقدر أوفّق بين بيتي وبين الخياطة وبين الدنيا دي والّا مش هاقدر؟ هتقدري وهتسدي وتعملي يبقى استنينا بقى في الفيديو الجاي، هنقول هنجيب مكنة إزاي، ومش هنجيب ولا كارد ولا هنستلف ولا هنعمل حاجة، أنا هاقول لكم إن شاء الله. هاحاول كده إن أنا أحفّزكم كده بكام فكرة كده بسيطين من سِت بيت لسِت بيت. إن أنتِ تبدئي تحوّشي مبلغ بإذن الله من غير ما تلاقي صعوبة. بُصّي عايزين نعمل كده أسلوب حياة في التحويش. أسلوب حياة إن إحنا ما نستلفش، أسلوب حياة إن إحنا ما نجيبش قروض. أنا جِبت كارد والله العظيم أنا عايزة أقول لكم إن أنا ما شُفتش بركة في الكارد ده خالص، الكارد ده دخل على بيتي بالخراب. أول ما جِبت الكارد كان هيخرب بيتي أساسًا فعلًا حرفيًا، كان بيتي ده هيتخرب وحصل لي مشكلة كبيرة جدًا، جدًا، والحمد لله اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنا سديت الكارد خلاص ما عادش كان آخر قسط الأسبوع اللي فات، والحمد لله خلاص خلّصته وما عُدتش هاجيبه تاني. أنا طبعًا أنا كنت جايباه عشان أجيب المكنة، وده كان قِلّة تفكير منّي أو يعني باقولها إيه، مستربعة، عايزة أجيب المكنة وخلاص. بس لأ ما لهوش الحل خالص الكارد، الكارد دوّة هو فعلًا حرام زي ما قالوا حرام. أكيد ما هو قالوش حرام كده من فراغ، هو فعلًا بييجي بالخراب. فما تجيبيش كارد، أنا نصيحة مني ما تجيبيش كارد، لو هيحصل إيه ما تجيبيش كارد. يعني في مثل كده بنقوله كده اللي هو صبر على نفسي ولا صبر الناس عليَّ، أنا أصبر على نفسي شوية بدل ما أجيب المكنة الشهر ده أهو، ممكن أصبر شهرين 3 أحوّش المبلغ كده وأجيب المكنة إن شاء الله. بإذن الله هنفكر مع بعض كده بكام نقطة كده بسيطين نقدر إن إحنا نحوّش منهم، من مصروف البيت بقى، نخنصر من هنا، على حاجة من هنا، على مش عارفة إيه، هنبدأ نعمل بإذن الله مبلغ ونحوّش مبلغ. تجيبي بقى أي واحدة عايزة تحوّش بقى تجيب أي حاجة، مش لازم مكنة خياطة، في واحدة عايزة تحوّش تجيب طقم حِلَل، تغيّر ستاير بيتها، تعمل أيًا كان بقى بإذن الله. أنا عايزة نعمل سلسلة فيديوهات اللي هو مش كُلّه خياطة بس، يعني نتكلّم مع بعض، فكرة عندي على فكرة عندِك، على فكرة عند فُلانة، نبدأ نجمّع أفكارنا، ممكن في التعليقات أنتِ تقولي فكرة ما كانت أنا ما قُلتهاش في الفيديو مثلًا غيري يستفيد بيها أو أنا أستفيد بيها، أنا نفسي شخصيًا ممكن أستفيد بيها، حاجة ما تكونش جات في بالي أنتِ تقوليها في التعليقات ممكن تفيد الناس كلّها. فبإذن الله كل كام فيديو كده هنعمل فيديو من دول بإذن الله، وقولوا لي برضه كده اقترحوا عليَّ مواضيع نتكلّم فيها، محتارين في حاجة قولوا نتكلّم مع بعض، كلام من ده إن شاء الله. يبقى النهارده إحنا خرجنا من الفيديو النهارده بإيه، إن أنتِ عايزة تجيبي ماكينة خياطة أو عايزة تعملي مشروع من بيتِك، مش لازم ماكينة خياطة، عايزة تعملي مشروع من بيتِك اقفي مع نفسِك الأول وقفة، أنا هاجيب الماكنة دي أو هاعمل المشروع دوّة، أنا هاقدر أكمّل فيه والّا مش هاقدر؟ لإن إحنا عايزين نعمل مشروع يا بنات نكبّر مشروعنا، مش مجرد مشروع ويومين ونقفله، لأ. أنا عايزة كل واحدة فيكم تكبّر مشروعها، في دماغها حلم تحققه، قدّامها هدف تسعى عليه، أنتِ ترسمي لنفسِك كده طريق، اسعي على الطريق دوّة وامشي في طريقِك دوّة وما يهمكيش كلام حد، ما يهمكيش نظرات حد، ما يهمكيش الودودة اللي بتتودود كده وأنتِ ماشية، أنا مجرّبة الكلام ده كلّه، فعشان كده باقول لكم عليها، ما يهمكيش حد، أهم حاجة أنتِ شايفة قدّام عينيكِ حاجة معيّنة عايزة توصلي ليها، بس ده اللي أنتِ حاطاه في دماغِك وقدّام عينيكِ، ولا يهمِك بقى كلام فلانة والّا علانة والّا مش عارفة إيه. أنا أول ما جِبت المكنة أنا أقرب الناس عليَّ أصلًا اتريقوا عليَّ، "هو أنتِ بتخيّطي؟ هو أنتِ أصلًا بتعرفي تخيّطي عشان تجيبي مكنة؟" هو أنتِ مش عارفة إيه، وجِبت المكنة ما كانش في دماغي مشروع والله ولا كان في دماغي أي حاجة خالص، بس هي بتيجي كده لوحدها. فأتمنى كده يكون الفيديو يا بنات عجبكم، أنا مش باحبطكم والله ولا حاجة، بس أنا عايزة يعني إيه أفوّقكم، اللي شايفة إن هي عايزة لازم أجيب مكنة وحطيت خلاص المكنة قدّام عينيها ويا المكنة يا الدنيا هتخرب، لأ اقفي مع نفسِك وقفة كده
وشوفي نفسِك هتستمري لو جبتِ مكنة هتقدري تسدّي، هتقدري تشتغلي وتستمري وكده، والّا هو بس يومين كده إيه المكنة طلعت في دماغِك عايزة تجيبيها وخلاص والموضوع انتهى؟ أتمنى كده يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا لو حاجة بسيطة جدًا منه، وصلّوا كده على النبي في الكومنتات وحطّوا لايك للفيديو واسيبكم بألف سلامة.